يكون الرد عند أكابركم أيضا. بل يقول الله في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم: وأتوا حرثكم حيث أمركم الله ولا تأتوهم من دبر. فالسيستاني حلل الدبر، وهذه الفتوى موجودة في أمريكا، وأنت جالس في أمريكا وأنت تعرف بها. أخي العزيز، لماذا أنت لا تتحدث بالاحترام وبالأدب؟ ماذا أنت أنا بالأدب والله ما تجاوزت. أولا الآية ليس هكذا، الآية ليس هكذا أنت قرأتها، وأنا أقول لك الآن أولا عند علمائنا على هذا الأمل مع الحليلة مع المنكوحة قولان. قسم من العلماء يحرمون ذلك بل وقسم منهم يفتون بماذا؟ يفتون بأنها مكروه شديد الكراهة. وأما إخواني الأعزاء، إنه نسيتم أنتم بل أقوال علمائكم في ذلك، فإنكم تزعمون إنه مسألة يخص الشيعة، وإنكم نسيتم إن البخاري يروي الرواية في البخاري عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر يفتي بذلك. إذا جعلت ذلك عيبا على أحد العلماء من مذهبنا، فلماذا عميت عينك عن عبد الله بن عمر وهو صحابي ابن عمر بن الخطاب؟ هذا كتابه كتاب جامع البيان، كتاب جامع البيان لتفسير أحكام عن تأويل آية القرآن الكريم للطبري. جامع البيان عن تأويل آية القرآن الكريم لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تبع دار الفكر، جزء الثاني. طبع في سنة 1430 في دار الفكر بيروت لبنان. بلي أنا قبل أن أريكم تفسير هذا الكتاب، قبل أن أريكم تفسير جامع البيان، لازم أن آتي بكتاب سير أعلام النبلاء، لأنه نحتاج إلى سير أعلام النبلاء. انظر سير أعلام النبلاء المجلد السادس، نأتي به بعد ذلك إن شاء الله أريكم. أما قبل ذلك إخواني الأعزاء، كتب أخرى. هذا كتاب أحكام القرآن الكريم لابن عربي. كتاب أحكام القرآن الكريم لابن عربي، القسم الأول، منشورات محمد البيتون، دار الكتب العلمية. في هذا الكتاب لو نراجع صفحة 238 المسألة الثانية، اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها، فجوزه طائفة كثيرة، وقد جمع ذلك ابن الشعبان في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن. إني بحثت عن هذا الكتاب لم أجده، بل ربما يكون من كتب صعب الحصول عليها، وأنا أعيش في أمريكا إخواني الأعزاء، صعب علي الحصول على الكتب العربية، لأن إذا كنت مثلا في سوريا أم في القاهرة فالمكتبات كثيرة، أما في أمريكا قليلة جدا. فيقول ماذا؟ يقول اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها، فجوزه طائفة كثيرة، وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن، وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين، وإلى مالك من روايات كثيرة. وقد ذكر البخاري قال ابن عمر كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: أتدري فيما نزلت؟ قال: لا.
قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى، ثم أتبعه بحديث يوسف النافع عن ابن عمر فأتوا حرثكم أن شئتم، قال يأتيها فيه ولم يذكر بعده شيئا. وأنا أثبت لكم ما قاله البخاري، وهذا صريح بأن جم كثير من التابعين والصحابة كانوا يفتون بذلك. الآن جاء إلي كتاب سير أعلام النبلاء، فهذا تفسير جامع البيان. تفسير جامع البيان عن تأويل آية القرآن الكريم لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، الجزء الثاني، طبع دار الفكر، طبع في سنة 1430 في دار الفكر بيروت لبنان. تسمع يا حجي؟ هل تسمع؟ نعم معك، أنا معك. اسمع لا تقطع علي، اسمع. بلي هذا بلي نذهب إلى صفحة في هذا الكتاب 484 484 سورة البقرة، فأتوا حرثكم أن شئتم. الرواية 3464 عن نافع: كان ابن عمر إذا قرئ القرآن لم يتكلم، قال فقرأت ذات يوم الآية، هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال أتدري في من نزلت هذه الآية؟ قلت لا. قال نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. بعد ذلك النافع قال كنت أمسك على ابن عمر المصحف إذا تلا هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، قال أن يأتيها في دبورها. بعد ذلك 3465 قيل لزيد بن أسلم إن محمد بن المنكدر ينهى عن إتيان النساء في أدبارهن. قال زيد أشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله. من هو محمد بن المنكدر؟ إن محمد بن منكدر قال إنه يفعله. من هو محمد بن منكدر؟ أتعرفون ذلك؟ محمد بن منكدر هو تاج راسهم. هذا كتاب سير أعلام النبلاء إخواني الأعز للذهبي، سير أعلام النبلاء للذهبي، الجزء السادس، طبع دار الفكر، طبع في سنة 1417 في بيروت لبنان. في هذا الكتاب إخواني الأعزاء صفحة 155 محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر بلي ماذا يقول؟ الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الله القرشي التيمي المديني، يقال أبو بكر أخو أبي بكر وعمر. هذا هو يقولون له من كثرة علمه أخو أبو بكر وعمر، أخو أبو بكر وعمر، إمام قدوة الإسلام شيخ الإسلام، كان يفعله. بل عبد الله بن عمر يقول هذه الآية نزلت في هذا الأمر. لاحظوا ماذا يقول عنه المحمد بن المنكدر. هذا هو محمد بن المنكدر. قال الحميدي هو حافظ، وقال ابن معين وأبو حاتم ثقة، بل كان من سادات القرى، لا يتمالك البكاء إذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصفر لحيته ورأسه بالحنى. بل وقال مالك ابن أنس فقيه المدينة: كان ابن المنكدر سيد القراء، بل إلى ما شاء الله يسمع، بل كان سيدا يطعم الطعام ويجتمع عنده القراء. بل هذا هو يمدح عليه كثير، بل شيخ الإسلام أكبر عالم عصره في زمانه. نرجع إلى كتاب هذا جامع البيان في تأويل آية القرآن الكريم صفحة 485، يروي كثير من الروايات عن ابن عمر: فأتوا حرثكم قال في الدبر. بل سئل أبو الدرداء عن إتيان النساء في أدبارهن فقال: هل يفعل ذلك إلا كافر؟ قال: روح. فشهدت ابن أبي مليكة يسأل عن ذلك فقال: أردت من جارية لي البارحة فأعطاس علي صعب علي.
ابن أبي مليكة هو من؟ ابن أبي مليكة هو شيخ البخاري، وهو يروي عنه البخاري بكثرة من شيوخ البخاري ومسلم. قال ابن مليكة إني أردت أن أفعل ذلك، وهو بل هذا الفعل بجارية فاعتاص علي فصار صعب علي، فماذا فعل؟ فاستعنت بدهن أو بشحم، فقلت له سبحان الله أخبرنا قتادة أن أبا الدرداء قال هل يفعل ذلك إلا كافر؟ فقال لعنك الله ولعن قتادة. فقلت لا أحدث عنك شيئا أبدا، ثم ندمت بعد ذلك. عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أن رجلا أتى امرأته في دبرها فوجده في نفسه من ذلك فأنزل الله نساؤكم حرثكم فأتوا حرثكم أن شئتم. بعد ذلك يروي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن عصار بل على كل حال أن رجلا أصاب امرأته في دبرها وهو عمر بن الخطاب، هو عمر بن الخطاب، لا يسمون الرجل. في روايات أخرى جاءت هذا إن الرجل كان عمر بن الخطاب، أن رجلا أصاب امرأة في دبرها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنكر الناس ذلك وقالوا أثرها، فأنزل الله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. هذا كلام علمائكم الكبار أخي العزيز. هذا كتاب تفسير ابن كثير الحافظ ابن كثير الدمشقي. تجعلون ذلك عيبا على الشيعة، وكبار علمائكم كانوا يفعلون ذلك، وكبار علماء، وهذا عبد الله بن عمر يقول هذا في القرآن. الجزء الأول تبع دار أرقم، دار ابن أرقم، دار أرقم، هذا في هذا الكتاب في تفسير سورة آل عمران صفحة 348. بلي عن زيد بن أسلم عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أصاب امرأة في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك فأنزلت نساؤكم حرثكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فهذا وحديث آخر عن ابن عباس قال جاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله هلكت. قال ما الذي أهلكك؟ قال حولت رحلي البارحة فلم يرد عليه شيئا فأوحل الله إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فهذا صريح بأن الرجل الذي أتى امرأته في دبره وكان عمر بن الخطاب، كان عمر بن الخطاب أتى بلي، وهذه الآية نزل في حقه، وأنتم جئتم بهذه الأمور في كتبكم إذا يفعله عمر، وهذا صريح كتبكم، تجعلون ذلك عيبا علينا؟ لا حياء لكم، والله العظيم لا حياء لكم. هذا كتاب سنن الترمذي، سنن الترمذي إخواني الأعزاء، لاحظوا سنن الترمذي، سنن الترمذي. صدقي جميل العطار دار الفكر طبع في سنة 1429 دار الفكر بيروت لبنان. والله إخواني الأعزاء ما أردت أن أتحدث حول هذا الموضوع، ولكن إن القوم لا حياء لهم، إنهم طرحوا هذا المسألة علينا فأنا اضطرت أن أجيب عليهم، وإني أستحي من أخواتي النساء يشاهدن هذا البرنامج، ومن الأطفال ومن العائلات أستحي منهم، ولكن ماذا أفعل؟ إن قنواتهم دائما جعلوا هذا طعنا للشيعة، وإنهم جعلوا طعنا للشيعة، وجاء في أصح كتبهم هذا، وهم بل هم لا يستحيون الله تبارك وتعالى. هذا كتاب سنن الترمذي من أصح كتبهم، كتاب الرضاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن. كراهية ما معنى؟ فرق بين الكراهية والحرمة. كراهية والحرمة فرق يعرفه الكل. هذا صريح ترمذي يفتي بكراهته ولا يفتي بحرمته، ويأتي بالروايات. وأما ما جاء في البخاري إخواني الأعزاء، إن البخاري رجل منافق جدا، لاحظوا نفاقه. هذا كتاب صحيح البخاري، صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، تبع دار إحياء التراث العربي، طبع في سنة 1422 دار إحياء التراث العربي، صفحة 789. كتاب التفسير بلي.
صفحة بل عفوا صفحة 797. باب نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. 4526. كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال تدري فيما أنزلت؟ قلت لا. قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى. في كذا وكذا ثم مضى. هذا البخاري، ما فائدة هذه الرواية يا بخاري رويت أنت؟ إذا أنت لست برجل حرامي يا بخاري ما فائدة هذه الرواية؟ انظروا إخواني الأعزاء، فقرأ سورة بقرة حتى انتهى إلى مكان. أي مكان؟ تدري فيما أنزلت؟ قلت لا. قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى، لأنه نزل في حق عمر. هو لا يصرح يقول كذا وكذا. إن البخاري أين مكان رأى إنه طعن عمر فإنه يقطع الرواية ويبدله ويغيره. هذا الرجل الكذاب المدلس. بعد ذلك انظروا، ورقم الرواية 4527. عبد الصمد حدثني أبي حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر فأتوا أرثكم أن شئتم. قال يأتيها فيه. هل رأيتم في العربية يذكر الجار ولا يذكر المجرور؟ يأتيها فيه في أي شيء يأتيها. قال ابن عمر لأنه نزل في حق عمر وفي اتيان في دبر زوجة عمر، إنه لا يذكر ذلك. يقول يأتي فيه. يأتي في ماذا؟ يأتي في ماذا؟ لماذا لا تذكره كابن جرير الطبري؟ ابن جرير الطبري يذكر الظرف والمظروف الجار والمجرور، يأتي في بل دبر النساء. لماذا لا تذكره؟ ما فائدة هذا؟ أليس هذا الكذب والتدليس من البخاري؟ بل النافع عن ابن عمر فأتوا حرثكم الناشئ قال يأتيها فيه ليس معلوم. رواه محمد بن أبي سعيد عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. بل سمعت جابرا كانت اليهود إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت نساؤكم حرثكم فأتوا حرثكم الناشئ. سمعت الأقوال؟ هل تسمعني أنت شيخ؟ أسمعك. طيب، أنا لا أخالفك في شيء. هذه الكتب في مثل موجود في العرب: أهل مكة أدرى بشعابها. نحن عرب ونحن نعرف بالقرآن، وهذه الكتب ليست كتبنا بل كتب إيران. ليس كتبكم؟ ليس كتبكم؟ بل أنا لا أتحدث معك. أنا لا أتحدث معك لأنك رجل لا دين لك ولا إيمان لك. هذا كتب إيران، هذا البخاري كتاب إيران، هذا طبع بيروت، هذا جامع البيان، هذا ترمذي باب كراهية في إتيان النساء في أدبارهن، هذا كتاب إيران. هذا كتاب إيران. لاحظتم رده إخواني الأعزاء؟ بله هذا جامع البيان، هذا كتاب إيران. كتاب إيران. هذا سير أعلام النبلاء، تفسير القرآن العظيم ابن كثير، هذا كتاب إيران. هذا سير أعلام النبلاء، هذا كتاب إيران. كتاب إيران، نعم. هذا هو ردهم هذا في الأخير، كذبا وافتراء. بلي أنا لا أضيع وقتي بلي معك أثبت هذا ليس كتاب إيران، هذا كتابه. بلي